السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم موضوع خطير ولازم كل واحد يعرفه قبل شهر رمضان، اللي هو كاين ناس يقرروا يفطروا متعمدين في رمضان بلا سبب. وهذا الشيء مش فقط مخالف للدين، بل فيه عقوبات قانونية صارمة في بلادنا الجزائر. في هذا الفيديو راح نشرح لكم، تبعوا معايا التفاصيل. الإفطار المتعمد في رمضان بدون عذر شرعي يعرض الشخص لعقوبة 5 سنوات سجن وغرامة مالية تصل ل10 ملايين. التبليغ على المخالفين يتم عبر الرقم 1548 ولا 1055. الهدف من هذا القانون هو حماية حرمة الشهر الكريم والفضيل، وتشجيع الناس على الالتزام بالصوم. العقوبة راهي فقط للي يفطروا بدون سبب شرعي، أما المرضى واللي عندهم ظروف تسمح لهم بالإفطار راهم معفيين. رمضان راهو شهر العبادة والخشوع والتقرب لله، وإحنا رانا مسلمين، ماشي الوقت باش نديروا مخالفات. استغلوا هذا الشهر الكريم بالصوم والصلاة والنية الصافية. خليوا رمضان فرصة للتقرب لله وما تدخلش في أي مخالفة شرعية أو قانونية. رمضان راهو شهر الطاعة والخشوع، والقوانين في بلادنا راهي تحمي حرمة هذا الشهر الكريم. الإفطار المتعمد بلا سبب خطير شرعا وقانونا، واللي عنده عذر شرعي لازم يوضح. خلي رمضان فرصة للعبادة والنية الصافية والابتعاد عن كل مخالفة. إذا عجبكم الفيديو طبعا ديروا جام واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم وعائلتكم باش يوصل التحذير لكل الناس. في حفظ الله ورعايته، في فيديو قادم إن شاء الله.